فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل لنا ماذا قلت في قلبك ولم تنطق به شفتاك. قال: قلت لولدي: غذوتك مولودا وعلتك يافعا. غذوتك مولودا يعني أنك وأنت صغير أنا غذيتك أي أطعمتك. غذوتك مولودا وعلتك يعني مولتك وأنفقت عليك وأنت شاب يافع. لأن المراحل هذه مراحل الطفولة لها أسماء عند العرب، منها شاب يافع يعني في ما بين الصبا والشباب، هذا يسمونه الشاب اليافع. قل له: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما آتي إليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. إذا ليلة مرضت أبيت أنا سهران. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل ترسل دموعها. كأنك لست أنت الذي مرض، أنا الذي مرضت ولست أنت. قال: إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى أي الموت نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت أمر مؤجل. رغم أنني أعرف أن هذا المرض سوف لن تكون سببا إلا إذا قدر الله في موتك، فأنا أخشاك أن تموت. قال: تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت أمر مؤجل. فلما بلغت الأمر والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. أصبحت رجلا له عزوة وقوة. فلما بلغت الأمر والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت رجائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. عوض أن تجازيني بالإحسان وأن تعطيني من مالك وأن تنفق علي وأن تخفض لي الجناح، إذا بك تغلظ علي وتتعنف معي وتسمعني ما لا أرضى من الخير. قال: كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. يا ليتك جعلتني جارا وأحسنت إلي إحسان الجار إلى الجار ولكنك لم تفعل. هذه الأبيات من أرق الأبيات التي عبرت عن المشاعر. غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما آتي إليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت أمر مؤجل. فلما بلغت الأمر والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم معه ونظر إلى الفتى وقال له: يا فتى أنت ومالك لأبيك، كيف تعصيه؟